مساء الخير. بعد ما عرفنا يعني ايه صدق اللحظة، ازاي بنلقط اشارات ربنا، السؤال الاهم هنا اعمل ايه بالمعلومة دي في دنيتي الصعبة، في يومي الزحمة. ازاي اسلم ربنا بجد من غير ما اكون سلبي؟ هنا هنوضح الفرق بين الاستسلام والتسليم. في فرق كبير بين انك تستسلم للظروف وانك تسلم للي خلق الظروف. الاستسلام فيه يأس، التسليم هو منتهى القوة والذكاء النفسي. طيب ازاي بقى نطبق ده؟ التسليم الذكي انك تعمل اللي عليك بصدق، صدق حقيقي، مش اي كلام، وتسيب النتيجة اللي بيحطها ربنا، اللي بيحط لك النقط. فاكر لما باب يتقفل متفضلش تخبط عليه، اهدى، صدق اللحظة، يمكن ربنا قفل الباب ده عشان يفتح لك طريق ما كنتش شايفه. سيكولوجيا التسليم بيريح العقل من وهم السيطرة. احنا مش مسيطرين على اي حاجة، احنا حرفيا مش مسيطرين على اي حاجة. لما بتعرف حجمك الحقيقي بترتاح، بتتنفس وبتعرف تنتج. لما بتوكل للوكيل يعني بتخلي القوة المطلقة هي اللي تدير لك الأمور. صدقوني لما بتمشي مع التيار الإلهي مش عكسه، دنيتك بتبقى أهدى، رزقك بيجيلك بكرامة. مش محتاج تعافر في السكة الغلط، محتاج بس تكون حاضر وتتحرك مع الإشارة. التسليم مش ضعف، التسليم هو قمة الوعي. جرب النهاردة كده، ده تسيب حاجة واحدة شاغلة بالك لربنا، وشوف السكينة اللي هتنزل على قلبك وانت مصدق ان في حد اكبر من كل حاجة، هو اللي بمشي كل حاجة. دي كانت سلسلة صدق اللحظة. لو حابين نتكلم في مواضيع تانية تهم وعيك ونفسيتك، سيب لي كلمة استمر في التعليقات.